هذا وأكد النجم التوغولي السابق إيمانويل أديبايور والسفير الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن المغرب بات مثالا لكل إفريقيا في البنية التحتية المتطورة، متمنيا أن يشرف المدربون الأفارقة على المنتخبات الإفريقية. البنية التحتية التي شيدت في المغرب تلهمنا، تجعلنا نرغب في امتلاك أشياء مماثلة في بلداننا. شاهدت ذلك منذ أن جئت إلى هنا بين الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش. أنا سعيد جدا لأنني حظيت بفرصة العيش في مدن كبيرة كلندن ومدريد وإسطنبول، ولكن عندما أرى المباني والعمارة في المغرب يجعلني ذلك أقول حسنا، أنا أنظر إلى هذا المخطط وأرغب في تطبيقه في بلدي. لذا اليوم سواء شئنا أم أبينا بات المغرب مثالا يحتذى به لكل إفريقيا. جلب مدربين أفارقة لتدريب شبابنا هو أمر جميل للغاية. شاهدنا ذلك في كأس العالم في عام 2022 في قطر، فقد فازت فيها جميع المنتخبات الإفريقية على الأقل بمباراة واحدة للمنتخبات الخمسة التي شاركت في المونديال، وكانت جميعها تدرب على يد 5 مدربين أفارقة. بالنسبة لي أرى هذا أمرا إيجابيا للقارة.